السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بفيديو جديد. عاملين قراص بالعجوة وعاملين بكم فلاحي طري. شايفين الحاجات الحلوة دي عملناها ازاي؟ كملوا معايا الفيديو للاخر عشان اقول لكم بقى السر اللي خلى كل البكوم طالع طري وفي نفس الوقت قابب، واللون كان زي ما انتم شايفين اهو، اللون ايه ما شاء الله عليه. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف بقى خطوة بخطوة عملنا ايه بقى في البكوم بخميرة او البكوم الفلاحي ده. شايفين الجمال كله ما شاء الله كان قابل. هبدأ معاكم من اول خطوة خطوة لغاية ما شاء الله نخبزه. القرص دي كانت تحفة، قرص بالعجوة، هي نفس العجينة بس حشناها بعجوة. كنت فاكرة شيلتها ما شيلتهاش. حطينا هنا ايه بقى، حطينا الخميرة. جبت ب2 جنيه خميرة اللي هي ايه بتاعت الفرن ديت، مش خميرة فورية. حطيت معلقة ايه سكر صغيرة وهغطيهم عشان اشوف الخميرة بتاعتي هتعمل فقاقيع يعني هي كده كويسة، ولا الخميرة هتبقى خاملة يعني كده بايظة. بدل ما نعمل بقى العجين ونكلفه بقد كده وفي الاخر تطلع الخميرة بايظة العجين بتاعنا كله يبوظ. لا، نعمل الخطوة دي اهم حاجة. جبت بقى ال3 كيلو دقيق ونخلتهم، يعني عملت 3 كيلو دقيق. السمنة اللي احتاجتهم ايه، تمن سمنة زبدة ونص سمنة سايحة. كان عندي شوية لبن بودرة برضو حطيتهم، ده اختياري مش اجباري. السمنة هي زي ما انتم شايفينها بقى، حطيتها على نار هادية على ما تتجانس مع بعضها. اهم حاجة ما تسيبهاش ليه تتحرق مني. ما شاء الله لقينا الخميرة هي كلها ايه اتعملت فقاقيع، يعني هي كده الخميرة ما شاء الله نشطة يعني كده كويسة. قلبت بقى اهوت الخميرة، يعني قلبت الدقيق، معلقتين اللبن البودرة برضه هيخليها طرية وحلوة. ونزلت بقى ايه باللبن الرايب، مش هنزل بالكمية كلها عشان العجين ما يطلعش ايه طري مني قوي. هنزل بشوية بشوية. ممكن نحط حليب بس الحليب بس مش هيخلي القرص طرية كده وتكون حلوة. هتبقى حلوة وقابة بس هتبقى ناشفة. نزلت بقى بالخميرة اهيت وقلبتها مع اللبن الرايب. اللبن الرايب ما يكونش ساقع، يكون بحرارة الغرفة عشان ما يبوظش الخمير. وحطيت شوية ملح صغيرين وبرده شوية سكر صغيرين. وهقلب بقى ايه المقدار اللي انتوا شايفينه ده كله مع بعض. هتلاقوني اصلا خدت الطبق دلوقتي وقعدت في الارض بقى ايه اعجن كده بمزاج بقى. قعدت في الارض اهوت زي ما انتوا شايفين. هعجن بقى ايه الكميه كلها. طب فين السمنه؟ هحطها دلوقتي السمنه بس ايه ما تروحش بعيد. اهو نزلت بالسمنه وهقلبها بقى. هقعد بقى ايه يعجني طول ما تعجني كتير في العجين، طول ما هيطلع العجين معاكي ما شاء الله خمران وفي نفس الوقت طري. كل ما تخدمي الحاجه يعني بمعنى اخص تطلع معاكي حلو. خلاص انا كنت ما شاء الله عجنته، كان ما شاء الله يعتبر اصلا خمر وانا بعجنه زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل اهو. جبت بقى معلقه زيت صغيره كده حطيتها في ايديا ورصتها بقى ايه العجين كلها عشان ما ينشفش مني او يشق. وهنغطيه بكيس مثلا او اي حاجه عندك بلاستيك اهي. ده كيس من بتاعه اللبن، فتحته كده وغطيته بيه. وهحط عليه اي حاجه بقى ايه تخليه اللي هو يدفى كده. اهم حاجه تسيب العجين بتاعك يريح مثلا مقدار ايه نص ساعه ربع ساعه على ما تكوني مثلا غسلت صينيه جهزتي الحاجه اللي تقرصي عليها. انا هو خلاص النص ساعه كانت عدت. بوريكم بقى ايه ان ما شاء الله الخميره تعتبر قبت كده وكميه العجين زادت. يعني هو كده خمر بقى، هنبدا بقى نقرص. مليكه بقى من الوقت دوت قالت لي انا عايزه اصور. انا هتلاقي بقى الفيديو مهزوز كده من الاستاذه مليكه، هي لازم ايه تضايقني كده وانا بعمل اي حاجه. هي لازم حشريه بس يلا ربنا يبارك فيه. يا بنتي سيبي التليفون مفيش فايده. هقرص بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني. هنا خلصت اهوت زي ما انتم شايفين. خلصت بقى المقدار كله ما شاء الله، قرصته بقى كله اهوت. هتقولي بقى ايه اللي خلاكي تعملي البكون بخميره دوت؟ هقول لكم بقى. انا صراحه بليلك بنتي بتحب البكون بخميره ده. فانا قلت ايه في واحده كده انا عارفاها ما شاء الله بتعمل حاجاتها حلوه، فقلت اما اسالها كده بتعمل الكيس بكام، بتعمل الكيلو بكام.
قالت لي انا الكيس ب25 جنيه. طب الكيس فيه كام واحده؟ قالت لي فيه 7 بكمات. سبعة بس. قلت لها قلت لها خلاص تمام ماشي، لما عاوز هقول. قلت ليه انا اجيب مثلا 7 ب25 جنيه؟ ليه؟ دول ما يعملوش حاجه اصلا يعني، ما يقضونيش ولا انا ولا مليكه ولا بابا ولا اكل. لا انا هعمل انا، وفي نفس الوقت انا محتاجه اعمل الخطوه ديت ليه؟ عشان رمضان جاي. مثلا ملكه بنتي طبعا بقى مش هبقى طبخه، اعمل لها حته سندوتش جبنه، سندوتش بيض بالبكون بخميره دوت، تاكل منه ايه على ما ربنا يكرم بقى ونكون عملنا الفطار ان شاء الله. يعني ربنا يعود علينا الايام وعليكم بخير يا رب. هنا اهوت انا بتبططي الاول او بتعملي الاول بايدك، وبعد كده بتجيبي اللي هي النشابه دي وتعملي بس بالراحه قوي، يعني ما ترقوهوش قوي عشان لو رقتيه قوي مش هيطلع عبن معاكي. انا كان عندي حته عجوه كده في التلاجة، قلت لا انا اعملها، نعمل بقى شويه قرص ساده وشويه قرص بعد. انا كنت حاطط فيها معلقه سمنه زبده وعلى نار هاديه خالص، قمت جايه مسيحاها كده مع بعضها. وخلاص اهو هعمل بقى، هوريكم طريقتين: طريقه اللي انا احط حته عجوه كده واقوم جايه لما القرصه كلها فيها، وطريقه تانية ان انا ابطط القرص الاول وبعد كده احط فيها العجوه. الطريقه ديت ما كانتش حلوه قوي زي الطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. وزي ما قلت لكم اهم حاجه ما ترقوش القرص قوي عشان ما تطلعش ناشفه منكم، وفي نفس الوقت ما تقبش. الطريقه دي بقى دي اللي عجبتني صراحه في الخبيث، وفي نفس الوقت في الاكل برضو كانت حلوه. العجوه كده كانت سايحه كلها جواها، كانت جميله قوي زي ما انتم شايفين اهو. هقفلها بقى. هو يا بنتي ايدك مليكه طبعا، هي مليكه ما بتسيبنيش اعمل حاجه لوحدي اصلا، بس والله يعني هي بتشجعني بتسليني. حطيت الاول حته العجوه اهي، واقفل بقى من الجناب. حابه تقفلها بايدك ماشي، حابه تجيبي شوكه كده وتبصميها ماشي، القطاعه بتاعه القراقيش ماشي. شايفين اهو. حاول اقفلها بقى من كل اتجاهات كده عشان العجوه ما تطلعش مننا. واهم حاجه تسيبي العجين، او بعد ما عملت القرص اهيت وبططيها تسيبها ترتاح كده. هترتاح قد ايه؟ احنا في الشتاء اقل واجب ساعتين اتنين، في الصيف ما بتكملش ساعه وتخبزيها، انما احنا في الشتاء هنسيبها ساعتين اتنين. بعد ما بططناها كده ورصيناها في الصينيه وسيبناها كده مع نفسها ساعتين اتنين على ما تخمر بقى براحتها كده، عشان تطلع قابله كده وتطلع طريه في نفس الوقت. اوعي يا بنتي ايدك. اذا ما انتوا شايفين بقى بفتح شويه صغيرين كده بالشوكه عشان تاخد نفس تبقى حلوه كده. انا ديت اول بقى بدات ما شاء الله سخنت الفرن الغاز، انا خابزه في فرن الغاز مش في فرن البوتاجاز. شايفين ما شاء الله كله طالع قابب ازاي. زي ما قلت لكم السر اللي احنا عرفنا ان الخميره الحمد لله كويسه. وتاني حاجه اللي احنا سيبنا العجينه ترتاح براحتها، زي ما انتوا شايفين كله كان ما شاء الله قابب وفي نفس الوقت طري. و5 معالق الزيت اللي حطيناهم خلوا لون العجين او لون الخبيز شايفين عامل ازاي. البكومه لونها احمر حلو كده، مش لونها مبيض. لو ما حطيتش الزيت اللي انا قلت لك عليه البكومه هتبقى قبه وحلوه قوي، بس لونها مش هيبقى محمر وحلوه كده. شايفين كان ما شاء الله كله تحفه. وزي ما قلت لكم قبل كده واحنا بنعمل اي حاجه، لو بنغسل مواعين، بنخبز، بنروق الشقه، قاعدين نسمي بسم الله، تصلي على الرسول، اذكري الله دايما كده في لسانك، هتلاقي ربنا كرمك مديكي صحة، بعد عنك الشيطان. شايفين الجمال. هستناكم بقى في التعليقات تقولوا لي مين تشجع وعمل البكون بخميره دوت او القرص الطريه ديت، مين اللي عمل بالخطوات بتاعتي وبالنتيجه كانت شايفين انا البوتاجاز دوت او الفرن الغاز دوت انا حطاه يعني أبقى قدام الشقه كده. معذرة بقى لو لقيتوا شوزات ولا حاجة محطوطة كده، معلش بقى. محطوطة بقى، احنا مثلا قلت لكم انا بخبز قدام باب الشقة. شايفين. وممكن برضو طبعا تعملوه في اللي ما عندوش فرن غاز، ممكن يعملوه في فرن البوتاجاز. اي حاجة ممكن نعملها باي طريقة. شايفين تحفة والله العظيم. اللون كان طري
والريحة حاجة كده نضيفة. شوفوا الكمية دي كلها عملتها ازاي، بدل ما اجيب كيس مثلا ب25 جنيه فيه 7 ما يقضيش اصلا حد اصلا. لا، ما نعمل في بيتي واملى بيتي خزين. ان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى عايزه اعمل بقى ايه فطير فلاحي كده قبل رمضان. ربنا يجعل علينا وعليكم الايام بخير. وقولوا لي في التعليقات ماشي اعمله ولا عايزين حاجه تانية اعملها لكم، او اي وصفه تانية اعملها لكم. انا بحط القرص في الفرن واقفل عليها الباب بتاع الفرن الغاز كده مثلا ما يكملش 5 دقايق، تقوم جايه ما شاء الله قابه كده. اقوم جايه انا بقى ايه موديه بقى اللي عايز يحمر جنب النار جنب الشوايه كده. يعني لازم برضو وانت بتعملي تخبزيه تبقى عينك برضو ايه تكوني مركزه، عشان مفيش حاجه فيها تتحرق منك. ان شاء الله استناكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده ان شاء الله هعملها.